لو انت ماشي بالعربيه وعايز تتنقل اكتر من حاره في الطريق، ففي حاجات مهمه جدا لازم تخلي بالك منها. اولهم واهمهم ان انت لازم تبص في المرايه ناحيه المكان اللي انت عايز تروح فيه او تتنقل في المكان بتاعه. تاني حاجه لازم تدي اشاره ناحيه المكان اللي انت عايز تخش فيه. يعني ما ينفعش ابقى ماشي في الطريق بتاعي او في الحاره بتاعتي وعايز اروح ناحيه اليمين ومره واحده اقوم جاي قاصر كده ناحيه اليمين. لا، لازم في البدايه ادي اشاره ناحيه اليمين بحيث ان اللي ورايا يعرف ان انا رايح في المكان دوت. تالت حاجه وديت الاهم بقى، ان انت لازم تزود سرعه عشان تبقى اسرع من الناس اللي ماشيه في الطريق. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا الاقي واحد عايز يتنقل من اقصى الشمال لاقصى اليمين فيبطئ السرعه قوي، يقول لي عشان الناس اللي جنبي ديت تبتدي ان هي تعدي وانا ابتدي ان انا اعدي وراهم. طب حضرتك لما تبطئ السرعه، ما هو اللي جنبك ده فعلا هيعدي، بس اللي وراك بقى اسرع منك فهيجي يعدي، واللي وراك بقى اسرع، واللي وراه بقى اسرع، فكل الناس هنا هتبتدي ان هي تيجي تعدي منك، فانت مش هتلحق تروح من ناحيه الشمال لناحيه اليمين. لكن انت لو زودت سرعه بقيت اقل حاجه بنفس سرعه الطريق، فهنا انت هتعادل نفس سرعه الناس اللي ماشيه جنبك، فتقدر ان انت تيجي عليهم. دايما في مصر الطريق بيبقى زحمه، فالناس مش هتسيب لك الطريق كله عشان تيجي مره واحده من الشمال لليمين. فانت تعمل ايه؟ تبتدي تتنقل تدريجيا. يعني ايه اتنقل تدريجيا؟ يعني انا لو ماشي في اقصى الشمال وعايز اجي في اقصى اليمين، ابتدي اجي سنه صغيره ناحيه اليمين. طبعا بعد ما ابص في المرايه وادي اشاره، لقيت ان الحاره اللي جنبي فاضيه، ابتدي اجي سنه كمان. لقيت الحاره اللي جنبي فاضيه، اجي سنه كمان. لكن دايما ما تتنقلش من اقصى الشمال لاقصى اليمين، عشان خاطر الطريق مش هيبقى كله فاضي. زائد ان المرايه اللي جنبك او المرايه اللي انت بتبص فيها ديت دايما ما بتبقاش جايبه لك الطريق ككل، لا هي بتبقى مورياك الحاجه اللي جنبك بس او الحاره اللي جنبك بس. انت لما تبص في المرايه وتلاقي الطريق فاضي، مش معنى كده ان الطريق كله فاضي، لا، معنى كده ان الحاره اللي جنبك بس هي اللي فاضيه فتقدر تروح.